السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنعمل مع بعض البليلة بطريقة سهلة وبسيطة، وبإذن الله الطريقة دي هتعجبكم. زي ما انتم شايفين معايا طبق البليلة طبعا هو كده لسه سخن، ما دخلش التلاجة. لما بيبرد طبعا معاكي بيتماسك اكتر من كده. هي كده قوامه كريمي. لو انت حباه تاكليه وهو سخن في الاجواء الشتويه يفضل طبعا يتاكل وهو سخن. هنبدا الطريقه مع بعض. نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونسمي بالله. الحاجه تطلع من ايديك طعمها زي العسل. انا هنا معايا نص كيلو غله او قمح، بتجيبيه من عند العطار. في هنا حاجه بتبقى موجوده معايا، بتبقى شبيهه كده لحبايه القمح. فدي انت اللي انتوا شايفينها معايا، الاتنين اللي قدام دول بتخرجيهم بنستغنى عنه. هبدا بقى هنقعه في ميه ليله كامله او لا يقل عن 6 ساعات. انا هسيبه ليله كامله. الحبايه بتاعته بتتضاعف، هتشوفوا معايا دلوقتي. انا هنا طبعا هنزل عليه بالميه. اهم حاجه كميه الميه تكون كتيره علشان ما تنشفش من عليه. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في الاجواء بقى الشتويه زي ما اتفقنا، تقدميه لاطفالك. لو عندك اطفال مفيد جدا، وحاجه كده مفيده بدل الفلافل والزيت كده على الصبح. لا، هنا بعد ليله كامله زي ما انتم شايفين معايا الحبايه اتضاعفت. هبدا بقى حله على النار، تكون ميه بتغلي، وتكوني غسلتيه زي ما بنغسل الرز كده، وتصفيه من الميه كويس اللي هو كان فيها، وتغسليه كذا مره تحت الحنفيه، وتبداي تنزلي بيه كده في الميه المغليه. مش هياخد معاكي من 10 دقائق لربع ساعه بالكتير، وهيكون استوى معاكي. وازاي تعرفي ان هو استوى معاكي؟ هتشوفي معايا دلوقتي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا النص كيلو ما استخدمتوش كله، عمل كميه كتيره. هقول لك ازاي تحفظيه برده بعد السوى. هنا انا كنت خلاص طفيت النار من عليه. بتعرفي ان هو استوى معاكي لما الحبايه تفتح كده زي الفشار، زي حبايه الفشار كده. بتلاقي حبايه القمح فتحت معاكي. هبدا بقى في المرحله دي هطفي عليه النار، وهبدا بقى هاخد الكميه اللي انا هستخدمها معاكم باللبن. اللهم بارك، عملوا معايا كميه كتير. تقدري طبعا تعملي النص كيلو وتقدمي منه زي ما هتشوفي معايا دلوقتي، والباقي تحفظيه عادي في التلاجة وتقدري تستخدميه تاني. هنا حله بقى هبدا اصفي الكميه اللي انا حابه استخدمها باللبن، وهنزل بمعيار اللبن والنشا المظبوط علشان ما يكونش تقيل زياده عن اللزوم معايا. ويا رب الفيديو ينول اعجابكم وتنفذوه وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. انا هنا هستخدم 4 كوبايات من اللبن. هنزل ب3 كوبايات، والكوبايه الرابعه هدوب فيها النشا علشان ما يعملش معايا اي تكتلات. بس بقى في تكايه هنا. الاول هنزل معاكم بالسكر 3 معالق سكر. السكر بقى براحتك، تزودي تقللي حسب ما بتحبي الحاجه. ويفضل كمان يا سلام لو عندك عسل نحل، هيكون افيد طبعا. بعد ما بيستوي تقدميه كده في الاطباق او في الكاسات، تنزلي عليه بالعسل النحل. مش متوفر عندك عسل نحل، هتستخدمي سكر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا النشا، الكوبايه اللي انا استخدمتها 200 مللي. لكل كوبايه 200 مللي معلقه هرميه من النشا. استخدمت 4 كوبايات لبن، هستخدم 4 معالق من النشا. بس في تكايه بقى عاوزه اقول لكم عليها، ان انت تسيب القمح يغلي شويه مع اللبن، زي 5 دقايق كده، او مش هيفور منك ولا حاجه. هدي النار وهو بيغلي عشان يغير طعم الميه اللي هو كان بيغلي فيها، فتحسي ان هو استوى معاكي في اللبن. هنا دي كده الكوبايه الرابعه، بقلبها على البارد، وهنزل بقى ادوبها كويس. اهم حاجه عشان ما تكونش معايا اي تكتلات، دوبيها على البارد. وهنا بعد برضو اللبن ما غلى شويه كده مع القمح ما غلى شويه في اللبن، هبدا بقى. اهم حاجه ايدك تقلب اول ما تنزلي بالنشا علشان ما يعملش معاكي اي تكتلات. ثواني وهيكون ربط معاكي، لان اللبن بيغلي فمش هياخد معاكي وقت كتير، وهيربط على طول علشان ما يتكونش معاكي اي تكتلات. تكون ايديكي على طول كده بتدوب فيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا زودت ربع كوبايه من اللبن، بس الكاميرا فصلت مني. ده كده القوام المطلوب. والفقاعات اللي انتوا شايفينها كده هو كده استوى معايا، والنشا استوى برده. ابداي بقى اطفي النار عليه وقدميه. طبعا ربع كوبايه اللبن انا حطيت طبعا مقدار النشا مظبوط، بس الربع كوبايه دي علشان خاطر انا سبت القمح يغلي شويه في اللبن، فاللبن طبعا خسي معايا الكميه بتاعته. هبدا هنا. اهم حاجه الاطباق اللي هتستخدميها او الكاسات تكون ناشفه، ما يكونش فيها اي ميه. وابداي كده قدميه. زي ما اتفقنا في الشتاء بيتاكل وهو سخن كده، ولو انت حابه برضو تاكليه وهو ساقع هتسيبيه يبرد تماما. ما بنحطش اي حاجه سخنه ندخلها التلاجة، نسيبها تبرد تماما وبعد كده هنحطها في التلاجة. وبألف هنا على قلوبكم. ولو وصلتم لغاية هنا في الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وشير علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. وانا متأكدة اللي ما جربش الطريقة دي وهيجربها هتعجبه بإذن الله. مكونات كلها مفيدة لأولادنا. وبألف هنا على قلوبكم. ومن كمية بسيطة اللهم بارك عملت البليلة كمية كتيرة اللي انتوا شايفينها معايا. يعني انا عملت 6 اطباق، وباقي معايا برضو في الحله كميه برضو اللهم بارك يجي 3 اطباق برضو هفضيهم برضو. ودي الكميه اللي باقيه معايا من نص كيلو، هسيبها تبرد تماما. بس اهم حاجه بقى هتحفظيها في التلاجة
لمّا تبرد تمامًا وغطّيها بكيس علشان ما تاخدش من طعم أي أكل أنتِ حاطاه في التلاجة الريحة بتاعتها يعني، ويا رب الفيديو ينول إعجابكم وأشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.